والحارس الذي تتلقى شباكه 7 أهداف في الدوري لحتى الآن. بينما لو أردنا أن نتكلم عن إنياس فشباكه قد تعرضت للاهتزاز في 19 مرة. احنا كده نتكلم بما أن الموضوع أتى عن الأهداف، فأن أقوى هجوم هو لدى الغرافة ب29 هدف، وأضعف خطوط الدفاع يأتي لدى الأهلي ب27 هدف. حسنوف الأوزبكي والتدخل من المرزوقي، وتصطدفي حسنوف لتتحول إلى ضربة مرمى. شوف اللقطة الماضية، واضح كان من خلالها بحث حسنوف عن خطأ أو أن الكرة تتحول إلى ضربة ركنية، لكن في الأخير انتهت إلى ضربة مرمى. دقانو يتحرك من اليسار إلى اليمين، هذا دقانو. البوركيني فاسو لاعب من اللاعبين اصحاب التأثير الكبير. بكاري كوني محاولة تمريره الى رزاق، لكن خروج في توقيت سليم من انياس. يلعبها في الجهة اليسرى، امامية عالية، محاولة استلام من دقانو، يتحرك تارة يمين وتارة شمال. دقانو كرة خطيرة، ماجد محمد يعيدها، تعود الى الخلف. تمريرات للسيلية، ماجد محمد بمرور جيد، تمريرات لا زالت. كرة إلى خارج أرضية الملعب تطول على سلطان سليم الظهير الأيمن، لاعب صاحب 25 سنة، تواجد مع العربي والآن مع السيلية. حديث عن سلطان سليم. خالد مفتاح، بداية هجمة وتغيير اتجاه. استلام الرزاق، وسط الملعب اسماعيل، بحث عن خطأ كان في اللقطة الماضية، وسط مطالب واحتجاجات موجودة من لاعبي الأخوية، لكن في الأخير يبقى القرار لسيد القرار حكم اللقاء مجر الدوسري. دقانو يبحث عن كرة بالكعب لكن لا تأتي. تراوري، مرزوقي بدوره يأمنها إلى حارس المرمى إناس. حضور جماهيري متواضع في مدرجات استاد أحمد بن علي بنادي الريان، لكن من المتوقع أنه من خلال الدقائق القادمة سوف يشهد الملعب الحضور الجماهيري المنتظر للكلاسيكو بالتأكيد. خالد مفتاح، بكاري كوني ياخذ المرزوقي ويسيطر على كرته لحتى الآن ويعيدها، والتمريرات وصلت إلى رزاق يسيطر عليها، عرضية ولكن التدخل والرأسية تبعد خطورة الكرة الماضية. بداية هجمة بارو صديقي، بارو الآن يملك كرته، يبحث عن زميل
يعيدها الى الخلف يزيد منصوري. تمريرات حمد المري، مجموعة من التمريرات للسلية، ونقترب من انقضاء نصف ساعة من زمن شوط اللقاء الاول، ولا زال التعادل سيد الموقف. ماجد محمد في عرضية والبحث، واو وين هذه؟ في مدرجات استاد احمد بن علي الى خارج ارضية الملعب. الكرة الماضية شوف حاول فيها لكن ما كانت بالشكل السليم. وجمال بالماضي الجزائري غير راضي، بالماضي غير راضي، والتعابير اللقطة الماضية توضح ذلك. دنداني كرته الى خارج ارضية الملعب، وابعدت من حمد المري. وهذا الحكم المساعد الثاني نايف مصلح، واحد من الحكام الصغار في السن، صاحب 21 سنة، وسنة أولى في دوري نجوم قطر للحكم نايف مصلح المساعد الثاني. يعني البداية بداية تحكيمية بالنسبة لكثير من الحكام بهذا السن لها نتائج إيجابية كبيرة بالتأكيد في المستقبل القريب. عاد نشوف ناس تبغى تطلع لعيبة ونجوم. جميل أن نرى يعني شباب وفي مقتبل العمر يبحثوا عن التحكيم رغم أنها مهنة المتاعب مثلها مثل كثير من المهن. كرة تتمرر صافرة وخطأ لسيلية على دامي تراوري، الواضح أمامك في الصورة دامي تراوري، والتدخل على بارو صديقي. هذا تراوري فرنسي صاحب 24 سنة، قلب دفاع الاخوية. كرة تتنفذ عالية وبابا مالك في الموعد والمكان يأتي بالاطمئنان في الكرة الماضية. تعود مرة أخرى محاولة التقدم، لازال يملك كرته لكن في الأخير تتخلص وتعود وسط الملعب أقصى اليسار. مفتاح تمريرات موجودة لجونيور، يعيدها إلى عبد السلام وادو، تصل في الجهة اليمنى موسى حلاق. دنداني عالية لكن إنياس لحتى الآن صح. وسط الملعب تمريرات شوط أول ربما يؤول إلى التعادل السلبي من خلال المعطيات التي كانت والموجودة الآن في أرضية الملعب، إلا ما كان هناك حديث للاعبي الفريقين في تسجيل هدف من خلال ال 12 دقيقة المتبقية من هذا الشوط. الأخوية محمد رزاق في حوار مع المرزوقي، رزاق والمرزوقي، لكن في الأخير ضربة ركنية موجودة. محمد رزاق الغاني
اليوم مركبينه تمام، عينهم عليه اليوم، لأنه هو من أدخل الشباك بالرباعية والضربة الركنية والرأسية موجودة. أوه. حاول فيها بشكل جيد في لعبة باكورد خلفية، لكن انتهت. ماجد محمد يسيطر عليها، يمررها بذكاء، لكن الكنترول لم يكن موجود في الكرة الماضية من علي متبل. خالد مفتاح يتقدم ويكسب من خلاله على ضربة حرة مباشرة على سلطان سليم. الظهير مع الظهير، الأيمن مع الأيسر. خالد مفتاح في محاولة الدخول من العمق كان واضح في اللقطة الماضية. واشتيلكا وتعليمات المستمرة للاعبيه، وهنا تعليمات نياس لحائط الصد، وبنجر الدوسري يعيد حائط الصد الخطوات القانونية، وشكلها راح تتنفذ على ضربتين وتسديدة. اصطدت في حائط الصد، عادت مرة أخرى رمية جانبية للأخوية، تصل لدى الكابتن عبد السلام وادو. عبد السلام يعيد إلى بابا مالك. بابا مالك بكرة عالية لخالد مفتاح. لويس جونيور في تمريرة لدى سلطان سليم. كرات مقطوعة ومتناوبة ما بين لاعبي الفريقين من خلال من أكثر من لقطة. علي متبل يبحث عن التمريرة المتقدم، لكن التغطية الدفاعية تأتي من دامي تراوري. بالماضي 35 سنة هذا المدرب الجزائري. كرة على قوس منطقة الجزاء، كان واضح من خلالها البحث عن خطأ، لكن لا تأتي الصافرة. والمرزوقي قفل الأمان بالنسبة لدفاعات سيليا. بكاري كوني، مرزوقي مرة أخرى موجود. بداية هجمة للسيليا وسط الملعب. ماجد محمد يستخدم مهارته وينجح في كسب خطأ على دنداني. هذه كرة دنداني وماجد محمد. تنفذ الخطأ بشكل سريع، حاولت التقدم، كرة لا زالت موجودة، والمحاولة والدخول إلى منطقة الجزاء، لكن الصراع حاضر في اللقطة الماضية ويكسب جونيور الصراع، والكرة تستبعد إلى خارج أرضية الملعب. هذا لويس مارتن جونيور البرازيلي مع ماجد محمد، برازيلي صاحب 24 سنة. يعني الأخوية الانتدابات والأمور التي قام بها هذا الفريق قبل بداية الموسم. بابا مالك صاحي، بابا مالك صاحي في الكرة الماضية، أبعدها إلى ضربة ركنية. كرة كادت أن تخادع بابا مالك، لكن في أطراف الأصابع أبعدها إلى